أهلا وسهلا فيكم بيوميات حنان. هذا هو مطعم الجديد وافتتاح المفاجأة اللي قلتلكم عليها. هو بوابة دمشق. بهنيهم كتير على الافتتاح وعلى الديكورات الحلوة، لأني عن جد كانت ديكورات روعة. مطعم كتير راقي، ورجعنا لأيام البشوات وما شاء الله عليه، والبحرة وشغلات الحلوة كتير اللي كانت بسوريا. ولسه الأكل كان أطيب وأطيب ما شاء الله. الصحون كانت تقديمها كتير حلو، بشكل السلطة شكلها حلو، والمتبل والبابا غنوج والكبة النية حطوه قدموها بصحن واحد. ولما نزلولنا المشاوي كمان يعني كانت حلوة كتير، وظلت سخنة لأني نزلت على حرارة تحت حرارة مثل الشقف الشوي. عن جد تشوفوا شكله بياخد العقل. وكانت يعني سفرة ملوكية صراحة، يعني تسلم دياتهم. وبنصح كل واحد بيجي على الإسماعيلية يجي على البلاجات منشان يجي يحضر بوابة دمشق وأكلاتها. هاي صينية لحمة كمان كتير طيبة، وكان الافتتاح كتير حلو، وكانت الخدمة كتير حلوة. هي شرحات العجين أو الصفيحة اللي بدكن إياه، يعني هي التنتين سوا. وهون هاي العيلة كلها متضامنة، وكانوا رفقاتنا موجودين طبعا أكيد، وبتشكرهم كتير وللخدمة الحلوة. لسه الأحلى إن الديكورات، أنا عن جد ما أعطيت حق التصوير لأني ظلمت المكان كتير حلو. وبتمنى تجوا أنتوا تجربوا أكله وخدمته و... وشكله رائع. وهي تالين كانت كتير مبسوطة وطايرة على إني تنزل لتحت تصور عشان بدها تحط الطربوش. كانت أحلى شي فقرة هي فقرة الطربوش. هلا رح ندخل ونروح نشوفها. هون عد مثلا بتاكلي فوق بالمطعم، تنزلي لتحت تشربي بقى الشاي، بتاكلي ايس كريم، اي شي بدك اياه، لاني ما شاء الله هو معدد بالفقرات اللي فيه. حلو الفقرات اللي فيه. هذا مكان للتصوير خاص، ما بصير تشربي فيه شاي. مكان يعني مثل ايام البشوات قديمين، بس ما شاء الله عليه. كان الأرابيسك اللي فيه روعة عن جد. كانت البركة كتير حلوة. أنا عم بقولكم ظلمت المكان بالتصوير، بس يعني الحقيقة بتبقى أحلى بكتير من التصوير. واللي عجبه الفيديو لا ينسانا باللايكات كتير، وراح أجيب لكم فلوجات حلوة كتير. باي باي.